نتائج عديدة كانت لفريق نادي الطلبة في نادي توك بين المد والجزر في هذا الموسم. فاز على النجف. كرة تعود من جهة اليسار في أبو بكر، مقطوعة من الدفاع علي عبد علي للكرخ، تهاون بالإبعاد، انتهت الكرة إلى رمية جانبية لفريق نادي توك. مدافع المفروض أما يشتت الكرة ما يتفنن في منطقة الجزاء، لأن اللاعب الآخر ما راح ينتظر، اللاعب الآخر أكيد ممكن يخطف الكرة يودعها في مرماه، وهي من الأخطاء، هي كرة القدم أخطاء. الله الله يا أحمد عبد الأمير، كرة خطيرة جميلة للتعديل، وفي الدقيقة 82 أو 83 توك كاد أن يعدل في هذه اللقطة الأخيرة. جميلة المحاولة بعد تهاون من دفاع الكرخ ومن الفرص القليلة ومن قلائل الفرص. توك كاد أن يعدل النتيجة عن طريق البديل أحمد عبد الأمير. يبقى توك خطير على مرمى الكرخ، وتبقى النتيجة غير مطمئنة لفريق نادي الكرخ. هدف واحد في كرة القدم لا يعني شيء، والمباراة لم تنتهي، والمباراة لا زالت فيها أنفاس ودقائق. وهنا انذار، انذار هو الثالث بالمباراة. عمر جبار، انذار اذن على عمر، انذار الثالث في المباراة. كيم كوانغ اللاعب الكوري الجنوبي، اول لاعب كوري جنوبي في الدوري العراقي. محاولة لعباس رحيمة، توك في المقدمة للتعديل المطالب، ضربة جزاء او ماذا يشير حكم المباراة؟ يشير الى ضربة جزاء. بالفعل ضربة جزاء، والله حكم المباراة تصور انه تمثيل، لكن ضربة جزاء يشير وانذار. ضربة جزاء وانذار، ضربة جزاء وانذار، ضربة جزاء في وقت يعني خطير ووقت خاتل. الدقيقة 85 الكرخ قريب من الفوز بهذه المباراة، وحكم المباراة أشار إلى ضربة جزاء. بعد أكيد الإعادة راح توضح هل كانت ضربة جزاء أو لا، هذا متروك لبرنامج الحكم. علاء عبد الزهر